طيب، يعني نكمل. دلوقتي هنبدأ نخش شوية أكتر بقى في ال probability. actually هو ال probability وال statistics هم مربوطين ببعض رابطة عجيبة شوية، ممكن ناس كتير ما تاخدش بالها منها يعني. ولكن احنا generally اللي احنا كنا بنتكلم فيه حتى الآن إن احنا بناخد data أو events ونستخدم probability. سوري، بنستخدم statistics، آسف. data أو events. generally ال probability بنستخدمها عشان ناخد يعني some sort of causes أو موديل معين، ونبدأ عن طريق ال probability نpredict certain events اللي هي بنطلع منها data. وال events دي ممكن نطلع بيها causes عن طريق statistics أو نطلع بيها some sort of model. يعني هي مربوطة بفكرة اللي هو يعني عن طريق ال causes ممكن نطلع events أو نpredict events بال probability. والايفنتس دي بالنسبة لنا هي عبارة عن data، والداتا دي ممكن نستخدم statistics عشان نطلع بيها موديل. هو ده اللي بيحصل، دي الرابطة اللي ما بينهم يعني، رغم ان هي very subtle يعني، مش حاجة ملحوظة بسهولة. طيب خلينا نخش بقى في الموضوع. طبعا usually لما الناس تتكلم عن probability بتجيب كوين تتكلم عنه. طبعا هو ده كوين 10 يورو سنتس، اللي هو يعني وقت ما بسجل فيديو اظن اليورو دلوقتي يا ب50 جنيه يا ب60 جنيه، مش عارف صراحة، بس في الرينج ده يعني. يعني اللي انا ماسكه في ايدي ده حوالي 5 جنيه يعني، which is kind of sad ان 5 جنيه في العملة دي يعني. بس قشطة يعني، كنت بعرف افليبه. استنى كده، اديني وقعته، هظبطها، لازم اظبطها. استنى كده، اهو ادي كده كتابة. فاحنا دلوقتي عملنا فليب الكوين. تعال نبدأ عملنا فليب الكوين وطلع لنا يعني كتابة I think كتابة بالانجلش اللي هي tails. اه غالبا يعني tails، عشان بس نستيك انها هنكتب بالانجلش يعني، فدي tails. طيب خلينا نفليب تاني. حلو الفليب دي، وطلع ملك. ادي heads. It's kind of nice ان هي ظبطت يعني، بس لو يعني اللي بيحصل ان احنا دلوقتي بنكريت events. الفليب بتاع الكوين دي ازاي نعرف نبريدكت ايه الايفنت اللي هيحصل، او ازاي نعرف نحط probability للايفنتس اللي ممكن تحصل. اول رول ممكن نتكلم عنها هي ان probability of A بتساوي 1 minus ال probability of not A. دي اول قانون بنتكلم عنه. ليه؟ عشان يعني التوتال بتاع يعني، دي حاجة I think ممكن كلنا نتفق عليها يعني. التوتال probability، سوري مش التوتال يعني، بلاش توتال. ال sum of probabilities لازم يساوي 1، عشان في الاخر يعني انت لازم يحصل حاجة. يعني لو في different events ممكن تحصل عندي، ففي الاخر لازم يحصل حاجة، حتى لو احد الايفنتس دي هي nothing. يعني ممكن يبقى عندي event مثلا let's say heads و tails ومفيش، بس في event مفيش، فالprobabilities بتاعت التلاتة events دول لازم تساوي 1 عشان لازم حاجة هتحصل في الاخر. جميل. فاحنا بنقول ان هي 1، ممكن تعتبروها ان هي 100% يعني، بس احنا usually في عالم probability يعني بنتكلم ان هي من 0 ل 1، ده الرينج اللي احنا بنتعامل فيه يعني. ف based على اللو دي، فهو it's very logical ان انا اقول لك ان probability of an event اللي هو هسميه A بيساوي 1 minus probability بتاعت كل حاجة غير A. جميل. طب في حالة الكوين، احنا بنتكلم دلوقتي على fair coin، وانا هنعرف يعني ايه fair كمان شوية يعني.
فالفير كوين انت عندك اتنين ايفنتس، عندك يا اما هيدز يا اما تيلز. فبيست على كده ال probability of the heads equal 1 minus ال probability of the tails. جميل. وبيست برضو على اللي احنا كتبناها تحتيها ال probability of the heads plus ال probability of the tails مفروض يساوي 1. which I guess يعني هي الاتنين، يعني انت لو حركت دي هنا هي نفس الحاجة. فانت في الاخر بتوصل لبوينت ان البروبابيلتي بتاع الاتنين مع بعض المفروض تساوي 1. وبما ان دي فير كوين زي ما انا كنت لسه قايل من شوية، فير كوين معناه ان البروبابيلتيز الاتنين ايفن. فكده بتقول ان عشان هي فير ف probability of h بتساوي probability of t، ولذلك هتساوي 0.5. ده عشان هي فير كوين. جميل. طيب لو هي ايه الاوبسيت بتاع الفير كوين، ايه الحاجة اللي مش فير؟ نسميها لودد كوين. اللودد كوين اللي هو مثلا probability of head مثلا بتساوي 0.6 مثلا ليه، او مثلا 0.8 او اي حاجة مش 0.5 عامة، يعني ان هي كده مبقتش فير. فده الكونسيبت بتاع اللودد كوين. طب تعالى بقى نحل شوية problems كده بسيطة. عندنا لو احنا هنعمل 2 flips، عايزين نعرف ايه الشانس اللي يطلع لنا، يعني بنقول probability. ده النوتيشن عامة، ده النوتيشن ال PD يعني probability، واللي جوه ده الايفنت اللي احنا عايزين نحسب probability بتاعته. عايزين نحسب probability بتاعت H في 2 flips. ازاي نعرف نحسبه؟ في طريقتين. في حاجة اسمها ال truth table، خلينا برضو ننزل تحت كده شوية. في طريقة عن طريق حاجة اسمها ال truth table. ازاي بنعمل ال truth table؟ بنعمل 2 columns لل 2 events، ادي E1 و E2، ونحط ال probabilities اللي كلها ال possible جوه التيبل ده. لو عايز تكتب tables ده، لو حتى برضو فيكو خد signals او كده، يعني usually بنشوف عدد ال events هيبقوا 2 power النمبر. يعني في الحالة دي هتبقى 2 power 2، احنا عندنا يبقى عندنا 4. فالمفروض يكون عندنا هنا 4 rows. تمام. احنا المفروض كده عندنا 4 rows. لو عايز تجيب كل ال possibilities بنكتب اول column بنكتب 2 يعني بنكتب head tail tail، وبعد كده اللي بعديه بنقعد alternate، يعني head tail head tail. وهتلاقي ان كده كل ال possibilities اتجمعت. دي just trick يعني موجودة عامة يعني. طيب ازاي نعرف نحسب probabilities دي؟ باعتبار ان دي هي fair coin، احنا بنتكلم في fair coin، فالبروبابيلتي بتاعت هيد وهيد ممكن تحسب كل واحدة individually. فهنقول ان اول فليب الشانس يطلع هيد هي 0.5، واللي بعدها 0.5 عشان برضو هي هيدز. ازاي بقى نجمع دول؟ يعني ما هو يا اما اعمل بلس يعني اعمل ملتبلاي، ما عنديش اوبشن تاني. يعني ممكن اعمل ديفايد او ماينس، بس I don't think ان حد يعني عنده شك ان هي يعني لو ماينس هيطلع لي صفر which is غلط، يعني عشان في تشانس ده كده بيقول ان هي عمرها ما هتحصل، وهي ممكن تحصل عادي. لو عملت ديفايد هيديني 1، فكده معناه ان هي شور، وده برضو غلط. طب لو جمعت هيديني برضو 1 which means ان هي شور which برضو غلط، فكده مبقاليش غير اوبشن واحد اصلا اللي هو الملتبلاي. فهنا نتعلم رول اللي هي يعني سماها البرودكت رول. يعني بس هي بتقول لك ان انت عندك لو عندك 2 consecutive independent events يبقى probability of A B بتساوي probability of A multiplied probability of B.
طب جميل، فدلوقتي ممكن نحسب كل الحاجات دي بما ان هي فير كوين، فاكشلي كلهم هيطلعوا نفس الحاجة. يعني دي هتطلع كلهم هيطلعوا 0.25، عشان منهم كلهم نفس البروبابيلتي. اصلا ممكن مكناش اصلا مضطرين نحسب حتى اول رو، عشان احنا عارفين ان كلهم same probability. نفس الكيس اللي فوق دي، انت عارف ان مجموع الاربعة دول المفروض يكون واحد، وان هم كلهم equal، فلازم يطلعوا 0.25. فكده البروبابيلتي بتاعت 2 فليبس يطلع لي 2 heads هي head. طب جميل، تعال ناخد example تاني. بس المرة دي هنتكلم على loaded coin. loaded coin خلينا نقول مثلا probability of heads 0.7 مثلا. المفروض ال probability of heads 0.7، تعرف تحسب ان probability of tails هي 1 minus 0.7 اللي هي 0.3، عشان مفيش غير ال 2 events دول. فده بس اول حاجة تحسبها. وبعد كده تاني، يعني يا اما نحسبها عن طريق ال truth table، يا اما نحسبها عن طريق ال product rule. ال product rule هتعملها ازاي؟ هتقول ان انت عندك هي برضو هي probability of head by the way، احنا نفس الحاجة يعني. فهيد هيد لو عايز اعملها بالبرودكت رول اللي احنا لسه قايلينها، فكأني بقول probability of head times probability of head اللي هي 0.7 squared. اديني كده حسبت probability اللي هي هتطلع 0.49. جميل. لو عايز احسبها بالتروث تيبل هعمل نفس التيبل اللي فوق ده، فيبقى عندي head head tail tail head tail head tail. وبعد كده هحسب، المفروض احسبهم كلهم بعد كده اجمعهم يعني. اللي هيحصل ان هنا هيبقى 0.49 زي ما احنا حسبنا، هنا هتبقى 0.7 times 0.3، هنا هتبقى برضو 0.7 times 0.3، وهنا هتبقى 0.3 squared. لو جمعت دول هيديك واحد، وتعرف تحسب منها برضو ان هي الهيد هيد هتبقى 0.49 في الحالة دي يعني. جميل. طيب تعال بقى نشوف كيس اصعب شوية. مش عارف اروح يمين ولا شمال ولا تحت، بس نكمل. ال probability ان يبقى عندي exactly one head. جميل. وهنعمل two flips برضو. ازاي نحسب حاجة زي كده؟ يعني المفروض يعني يفضل تقف هنا وتفريز شوية وتفكر في الموضوع، عشان يعني طبعا depending على الباك جراوند بتاعك probability already، الحاجات دي ممكن تبان سهلة جدا او تبقى بالنسبة لك صعبة جدا. يعني في صراحة في probability خصوصا ال variety في الباك جراوندز بتفرق كتير. فانا هحاول اكون يعني friendly beginner friendly as possible يعني. probability of exactly one head عشان نحسبها في يعني طريقتين. يا اما انت بدماغك تفكر في كل، يعني دلوقتي انت يعني طبعا الطريقه الاحسن والانضف اللي انا هعملها دلوقتي هي عن طريق بره التروث تيبل. فانت هتكتب بره التروث تيبل اللي هو هيد هيد تيل تيل، وهنا هيد تيل هيد تيل، وتشوف كام واحده فيهم فيها one head اللي هما دي. نعملها بلون تاني اللي هو دي ودي، عشان دي هيد هيد ودي تيل تيل. هتحسب البروبابيلتي بتاعت الاتنين. لو دي فير كوين فيبقى عندك دي هتبقى 0.25 ودي هتبقى 0.25 عشان كلهم 0.25، وبعد كده تجمع الاتنين دول هيديك البروبابيلتي في الاخر هي 0.5. دي الطريقه اللي تحسب بيها عن طريق التروث تيبل. الطريقه التانية ان انت تحسب برودكت رول، بس محتاج بقى تفكر في كام probability في دماغك من غير ما تكتبها، which بالنسبه للناس بالنسبه مع الناس يعني ممكن تبقى صعبه شويه يعني. جميل. طيب ايه البروبابيلتي بتاعت one head بس 3 flips؟ وكمان خلي الكوين loaded كمان، خلي probability of heads تساوي 0.8 مثلا. ازاي نقدر نحسب حاجة زي كده؟ again يعني طبعا الطريقة الأحسن نعملها truth table. فدي head head
تيل تيل هيد تيل هيد تيل. ده اعمله ده اكيد غلط، و I think في ناس ممكن يعني ما تلقطش يعني. بس أنا دلوقتي بنتكلم على 3 فليبس، يعني دلوقتي عندي مش 2 events، عندي 3 events. ازاي نعمل حاجة زي كده؟ تاني لو رجعنا للطريقة اللي انا وصفتها فوق عشان نعمل التيبل، هيبقى عندنا 3 columns. ماشي، اللي هو E1، ليه بكتب H، E1 و E2 و E3. و لان يعني اعاد الروز هتبقى 2 باور 3 اللي هو 8. فعندنا 8 روز، ومن هي 8 روز المفروض اول كولوم قلنا ان هو المفروض يكون نصه كده ونصه كده، فيبقى هيد 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 تيل 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 تيل. وبعد كده اللي بعديه هتبقى انت كأنك باورز اوف 2، فهنا عندك 4 هيد و4 تيل، هتقسم على 2 هيبقى عندك هيد هيد تيل تيل، كده هيد هيد تيل تيل. وبعد تقسم على 2 تاني هتبقى هيد تيل هيد تيل هيد تيل هيد تيل. طيب احنا عايزين probability of one head. لو بصينا في كل دول ان هنا probability بتاعت one head موجودة، ادي واحدة اهي، هما التلاتة دول، لا سوري، one head يعني هنا واللي تحتيها برضو ودي. من الاخر هو مفيش غير 3 positions ممكن تحط فيها الهيد، يا اما في الاول يا اما في النص يا اما في الاخر. جميل. ده دلوقتي احنا جمعنا فيه كام اوتكم، يعني احنا برضو خد بالكم اللي احنا بنعمله في المسألة عامة، بنحسب النمبر اوف اوتكمز وتايمز البروبابيلتي، لو probabilities كلها equal يعني. ده لو هما كلهم نفس الايكوال، هو في الحالة دي هما كلهم هيبقوا equal عشان انت عندك head وتيل وتيل، فهي على طول هتبقى عندك 0.8 times 0.2 squared. سواء بقى يعني هتختلف في ايه، دي هتبقى 0.8 times 0.2 times 0.2، دي هتبقى 0.2 times 0.8 times 0.2، دي هتبقى 0.2 times 0.2 times 0.8، بس في الاخر هيبقى كلهم كده. فيطلع دي probability times number of outcomes اللي هي 3، هيديك probability بتاعتك اللي انا صراحة مش فاكر كانت كام يعني، بس هتدخل ده على الكالكوليتر دايركتلي يعني. طيب خلينا نخلي الموضوع تريكي اكتر شوية. هنا دلوقتي نتكلم على دايس او داي، عشان guessing I guess دايس ده اللي هو الجمع يعني. فالدايس انت عندك فيها 6 options، 1 2 3 4 5 6، دي الاوبشنز بتاعتك. خلينا نحسب حاجتين، خلينا نحسب ايه الشانس ان يطلع لك even number. عشان يطلع لك even number احنا دلوقتي هنرمي 1 time، فلو عايزين نعمل برضو التروث تيبل هنعمله ازاي؟ هنروح حاطين 1 column عشان 1 time، والنمبر اوف possibilities هتبقى في الحالة دي هتبقى 6 باور 1. يعني لو خدت بالكم هنا احنا كنا بنقول ان النمبر اوف events هي عبارة عن 2 باور ال E اللي هو النمبر اوف events يعني. هنا عشان دلوقتي عندنا يعني ال 2 دي مربوطة بالنمبر اوف possibilities يعني. هنا عندنا 6 possibilities، فهتبقى 6 باور النمبر اوف events اللي هي 6 باور 1. فيبقى عندنا 1 column فيه 6 rows which makes sense يعني، عشان هو هي 1 event والpossibilities هم 6. مين من دول even؟ هتبقى دي ودي ودي اللي هم 3. فيبقى عندك 3 times probability عشان كلهم نفس probability اللي هي تبقى 1 over 6، عشان المفروض مجموعهم ب6 وكلهم نفس probability، فيديك 3 over 6 اللي هو 0.5. دي probability of even. طيب واحدة كمان، ايه ال probability للدايس برضو؟ probability of double. ايه الدبل سوري، الدبل ده اللي هو لو حد فيكم بيلعب يعني مونوبولي او حاجه زي كده، يجيلك نفس الرقم مرتين ورا بعض، يعني تعمل 2 فليبس so 2 flips same number. نحسبها ازاي؟
برضه same procedure. عندنا كام event؟ 2. كام possibility في كل event؟ 6 باور 2 يعني ايه؟ عندك يبقى عندك 36 فليب. وطبعا 36 فليب انا مش هقدر اكتبهم صراحه عشان مقدار حبتين. فيوجد هنا بقى ممكن تستخدم دماغك شويه، يعني ممكن تبدا تقول طيب من ال 36 اوبشن دول مين الاوبشنز المهمين بالنسبه لي؟ ايه النمبر اوف اوتكمز؟ هما تكنيكلي هما 6. عشان يعني ايه المهم بالنسبه لك؟ المهم بالنسبه لك اللي هو 1 1 و2 2 3 3 4 4 5 5 و6 6. وكل واحدة من دول هي عبارة عن 1 over 6 squared. عشان 1 over 6 1 over 6 عشان هي fair dice. 1 over 6 squared 1 over 6 squared times 6 هيديك ال probability بتاعت الدبل. زي الفل. احنا كده يعني عدينا بالبيسك ايدياز بتاعت probability مبدئيا، ان انت عندك السم بتاع probabilities بواحد، لازم يكون بواحد. probability بتاعت event equal 1 minus probability event ما يحصلش، دي برضو تاني رول. تالت رول probability بتاعت لو عندك consecutive independent events ازاي تحسبها. يعني ايه consecutive؟ يعني ايه independent معناه ان هو الايفنت الاولاني مش بيأثر على التاني. يعني في حاله زي مثلا الكوين، انا لما جيت رميت الكوين وجالي ايفنت معين، لما جيت ارمي الكوين بعديه الايفنت الاولاني ما خلاش الكوين لودد مثلا، يعني هو الكوين ستيل فير، فلما اجي ارميه تاني مره هو نفس probability بالظبط زي اول مره، فكده هو اندبندنت. بس مثلا فور اكزامبل البروبابيلتي بتاعت الرين مثلا، لو هو اليوم مطر، لو في يوم مطر اليوم اللي بعديه تشانس ان هو يمطر هتختلف بيست على اليوم الاولاني، سواء هتزيد او هتقل على حسب يعني ايه الكونديشنز يعني، بس في افكت من اليوم اللي قبليه، فكده هم مش اندبندنت. فدي الرول بتاعت البرودكت اللي ممكن تستخدمها طول ما هم اندبندنت، لازم يكونوا اندبندنت، لو مش اندبندنت الرول دي لا تنطبق. طيب خلينا نخش بقى في حاجة تريكي شوية، اللي هي الباينوميال. لون ايه هاخد اسف. الباينوميال ديستريبيوشن هناخد عنه كده فكرة مبسطة يعني. وعامة في distributions كتير، يعني في باينوميال، في البوسون distribution، في كان واحد كان في كذا واحد، كان في واحد تاني برضه مش فاكر اسمه ايه يعني. بس في multiple distributions كل واحدة ليها الرولز بتاعتها واليوز كيس بتاعتها، وهنحاول نجو through المين things اللي فيها. بس هنبدأ البينوميال عشان هو يعني اللي يوجي الناس بتتكلم عنه في الأول يعني. خلينا نبدأ بالسؤال. لو أنا عندي two coins وعايزين ايه ال probability ان ال number of heads يساوي number of tails. two coins يعني هفليب كل واحدة مرة، يعني انا يعني بدل ما انا هفليب نفس الكوين multiple times هفليب multiple coins مرة واحدة. بس المفروض الناس اللي هي مركزة يعني ده ما يفرقش، عشان زي ما قلنا هم independent، فان انا فليب نفس الكوين مرتين او فليب 2 مرة واحدة هم نفس الحاجة. المفروض ده ميبقاش فيه مشكلة يعني، واللي عنده مشكلة ده المفروض بس يحاول يفكر في الموضوع شوية هيلقطها يعني. جميل. فاجين ممكن نعمل التروث تيبل هنا، او خليها حتى يعني نفكر فيها كده لوجيكلي يعني. ايه يعني لو انا عندي هي هتبقى تيبل وهيبقى جواه 4، يعني 2 باور 2 equal 4، فهو في 4 number of events. ايه الكيسز اللي هيبقى النمبر اوف هيدز والنمبر اوف تيلز لو عندي 2 كوينز؟ هي مفيش غير 2، يا اما هيد تيلز يا اما تيل هيدز، هما دول ال 2 possibilities. وكل واحدة فيهم هي عبارة عن لو هي fair coin يعني هتبقى 0.5 squared times 2، هيديني ال probability بتاعتي اللي هي هتبقى 0.5 برضو يعني. فده ال probability بتاعتي. طب لو انا عندي 4 coins وبرضو نفس الكيس 4 coins، يعني يبقى عندي 2 power 4 options which is 16 لو عايز اكتبهم كلهم يعني. ايه الكيسز من الفور كوينز اللي هتبقى مهمة لو عايز اكتبهم كلهم؟ ممكن اكتبهم، خلينا نكتبهم برضو عشان يعني نبقى thorough شوية. ففور columns ما يبقوا كتير حبتين صراحة، بس يعني خلينا نحط الجهد. طيب h h h h
هتبقى 4 columns. yeah. اللي برضو مش فاهم انا بعمل ايه، انا بعمل التروث تيبل بس انا بس بعمله جنب بعض عشان ما عنديش مكان قوي. فاللي احنا كنا بنعمله في لو فاكرين 2 باور 3، احنا كنا عندنا 3 columns، وقلنا ان اول column هيبقى عبارة عن 4 heads وكده 4 tails عشان هو 3 columns. وبعد كده اللي بعديه بيبقى 2 heads 2 tails 2 heads 2 tails 2 tails 2 tails، واخر column بيبقى head tail head tail head tail. هنا احنا هنزود column كمان، فدلوقتي بدل ما يكون فيه 4 head 4 tail هيبقى 8 heads 8 tails، وبعد كده اللي بعديها ب 4 heads 4 tails زي ما انا بعمل. فتخيلوا ان يعني التيبل ماشي كده وبعد كده بيكمل كده، عشان بس مش عايز اعمل حاجة طويلة قوي لتحت يعني. فدي كده اول 2 columns خلصوا في الاتنين، وبعد كده هعمل بقى 2 2. اوبس. وبعد كده اخر column اللي هو بي alternate. بس دي كل ال possibilities، لو عددهم يطلعوا 16. ايه الشانس ان يطلع ان عدد الهيدز بيساوي عدد التيلز؟ لو بصينا فيهم كلهم هنلاقي ان ادي واحدة، ادي اتنين، ادي تلاتة، ادي اربعة، ادي خمسة، ادي ستة. بس هما 6 possibilities. 6 times ال probability نفسها اللي هي 0.5 power 4 عشان هي fair coin. هي fair coin هم كلهم نفس الحاجة، فهتبقى 0.5 power 4 عشان هي 0.5 times 0.5 times 0.5 times 0.5 فهي 0.5 power 4 مضروبة في عددهم هيديك ال probability بتاع الكيس دي. طب يلا تعال نكمل كده آخر واحدة في السلسلة دي، وهي لو أنا حطيت 5 coins ال possibility. ويعني عايزكم تقفوا كده تفكروا شوية في دي يعني قبل ما انا احلها. وطبعا هو ده كان trick question يعني، عشان النمبر اوف هيدز ما ينفعش يساوي النمبر اوف تيلز لو اصلا عدد الكوينز او عدد الفليبس اصلا 5، عشان هما كده odd فمش هينفع اساسا، ف it's not possible يعني. بس خلينا طب نغير السيتويشن شوية. عندنا 5 كوينز وعايزين نحسب الشانس ان يطلع لنا 1 هيدز و 4 تيلز. فايه الشانس اللي ده يحصل؟ تعالوا بقى نحاول نحسبها بطريقه مختلفه شويه، عشان دلوقتي احنا عندنا 5 كوينز فعندنا 2 باور 5 اللي هو 32 possibilities، وانا صراحه ايديا وجعتني، واظن اي حد يعني بيتابع او بيحاول يحل مش هيقعد يعمل التيبل عن نقطه كل مره. فهنا نحاول نفكر فيها بشكل يعني عقلاني شويه. ماشي، احنا عندنا 5 سلوتس، ادي 5 سلوتس. انا عايز احط 1 هيد و 4 تيلز. فايه البوزيشنز اللي ممكن احط فيها الهيدز؟ الخمسه يعني. ممكن احط هيد هنا او هنا او هنا، يعني انتوا فاهمين الفكره يعني. يعني هنا او هنا او هنا او هنا او هنا، والباقي هي بتيلز بس. هما دول البوسيبيليتيز اللي ممكن اعملها. فانا عندي 5 outcomes، يعني زي ما احنا كنا بنعد 6 هنا، في 5 cases هيطلع لي فيها 1 head و 4 tails مضروبة في ال probability نفسها اللي هي لو fair coin هتبقى 0.5 power 5 هيديك ال probability بتاعتك. ماشي جميل. طب لو انا عايز 2 heads و 3 tails نحسبها ازاي؟ دي هتبقى tricky شوية، عشان دلوقتي انت يعني عندك 2 heads، فانا هيبقى اول يعني لو برضو عندنا 5 slots، هحاول اقولها ببطء يعني عشان الموضوع يبقى بسيط يعني على قد ما اقدر. لو 5 سلوتس انا عندي اول هيد ليه 5 اماكن زي اللي فوق بالظبط،
وبعد كده تاني هيد هيبقى ليه هيبقى فاضل له 4 اماكن. يعني لو تخيل انا حطيت دلوقتي هيد، لسه حطيت الهيد هنا مثلا، الهيد التاني هيبقى ليه الفور بوزيشنز دول، هو دول الحاجات اللي هتبقى له اوبشنز. ماشي. فهيطلع لي 5 times 4، ده هيديني 20 outcomes. مبدئيا هل ده منطقي؟ يعني من غير ما انا اقول الستيب اللي بعدها، هل في مشكله هنا؟ غالبا في، عشان 2 باور 4 2 باور 5 قصدي، قلنا ان هي 32، فده اكتر من النص. ده كده بيقولوا ان اكتر من نص البوسيبيليتيز هتبقى فيه 2 هيدز و 3 تيلز، وده يعني بيولوجيك مش صحيح، يعني ده رقم كبير قوي يعني. فهو في حاجه احنا نسيناها هنا، وهي فكره هي فكره ان هو الهيدز دول ممكن نبدلهم. يعني احنا كده حسبنا الشانس ان انا يعني لو كل هيد من دول يونيك، يعني في هيد 1 وهيد 2 يعني، فانا كده حسبت كل البوسيبيليتيز اللي هم ممكن يطلعوا فيهم. لكن الرياليتي في شويه كومبينيشن هتبقى ريدندنت. يعني مثلا لو حطيت اول هيد هنا وتاني هيد هنا، او حطيت اول هيد هنا، يعني فاهمين قصدي؟ لو عملت سويتش الاتنين دول تكنيكلي بالنسبه لي ما فرقتش، لكن انا كده حسبتها، فانا محتاج اشيل الريدندنسي دي. وعشان اللي احنا بنتكلم فيه ده، فكده طبعا نقسم ده على 2، فهيدينا في الاخر مش 20، هيدينا 10. وبعد كده 10 times ال probability. في الحالة دي لو هي fair coin which I think السؤال كان بيقول fair coin عادي، فهتبقى برضو 0.5 باور 5، هيدينا ال probability بتاعتنا. طبعا يعني هي لو كانتش fair، لو كانت loaded coin كانتش تفرق كتير قوي برضو معانا، عشان يعني just بدل 0.5 باور 5 هتحط النمبر اوف هيدز، يعني هتاخد البروبابيلتي بتاعت الهيدز باور النمبر اوف هيدز مضروبه في البروبابيلتي اوف التيلز باور النمبر اوف تيلز. I think في سؤال هيجي زيها قدام، بس هنشوف يعني. فخلينا برضه ناخد سؤال كمان، اخر واحد في السلسله دي. 5 coins برضه، عايزين 3 heads و 2 tails. طبعا في حد يعني لو حد واخد باله يعني كل ممكن اعمل نفس الحاجه بالتيلز، عشان تكني يعني لو انا عايز انا هنا حاطط الهيدز هو البريوريتي بتاعي، بس انا لو خليت التيلز البريوريتي بتاعتي هتبقى نفس المساله بالظبط. بس خلينا نحاول نحلها بالثري هيدز. لو عايز اعملها 3 هيدز هعملها ازاي؟ برضو عندي 5 سلوتس، فيبقى عندي لو هنمشي على نفس التتابع اللي عملناه، 5 بوزيشنز لأول واحد تايمز 4 بوزيشنز لتاني واحد تايمز 3 بوزيشنز لتالت واحد. وفي هيحصل اوفر كاونتنج زي ما قلنا، عشان برضو حوار السويتشز هنحسبه ازاي. اللي هيحصل ان هو يعني تعالى نحط هيد هنا وهيد هنا وهيد هنا، او بلاش كده، خلينا نقولها ازاي. عندي فكرة. let's say احنا دلوقتي هيد 1 وهيد 2 وهيد 3. في كام اورينتيشن من دول؟ يعني عندك هيد 1 هيد 2 هيد 3 هيد 1 هيد 3 هيد 2 هيد 2 هيد 3 هيد 1 هيد 2 هيد 1 هيد 3 وهيد 3 هيد 2 هيد 1 وهيد 3 هيد 1 هيد 2. 6 اوبشنز مظبوط. دي الديفرنت اورينتيشنز اللي موجوده، فانا محتاج اشيلها. فعشان اشيلها بحطها تحت، اللي هي التكنيكال هتبقى كانها 3 times 2 يعني. فلو حسبت دي هيطلع لك 20 60 فوق، 5 times 4 is 20 times 3 is 60. 60 على 6 هيديك 10. وبعد كده 10 times 0.5 power 5 زي ما احنا، هيديك البروبابيلتي بتاعتك. وكده خلصنا اللفة دي. طريقة تانية برضو ممكن نفكر فيها في الحتة بتاعة السويتشنج دي، ان هو لو فكرت فيها ان انت عندك برضو 3 اتشز، اول واحدة ليها 3 سلوتس تحط فيهم. يعني لو هنتكلم دول البوزيشنز يعني، فاول واحدة ليها 3 بوزيشنز، تاني واحدة ليها 2 بوزيشنز، واخر واحدة فورس بوزيشن بتاعها. فكأنك بتعمل 3 زي ما احنا عملنا فوق. يعني فوق بيقولوا ان احنا عندنا 5 بوزيشنز للاتش،
وبعد كده 4 بوزيشنز للاتش التانية، 3 بوزيشنز للاتش التالتة، وبعد كده جوه ال 3 سلوتس دول عندنا 3 بوزيشنز لاول اكس، 2 بوزيشنز للتاني اتش، و1 يعني في ممكن نحط تايمز 1 هنا وبس. فدي برضه طريقة تانية عشان نفكر فيها في نفس النقطة دي يعني. طيب خلينا بقى نخش في حاجة تريكي اكتر شوية. let's say احنا عندنا 10 coins. 10 coins عايزين نعرف how many او ايه probability او how many outcomes يبقى عندنا 4 heads و 9 سوري مش 9 tails 6 tails. طيب ازاي نحسب حاجة زي كده؟ طبعا هي دي هتبقى تريكي شوية، بس يعني لو عايزين نحسب البطارية اللي حسبناها فوق، بس ممكن نحاول نمشي بالستراكشر اللي هنا. ايه الستراكشر اللي هنا؟ بيقول ان احنا لو انا عندي 10 سلوتس، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، فانا اول هيد ليه 10 سبيسز، تاني واحد ليه 9، وبعد كده 8، وبعد كده 7، وتحت among الاربعة سلوتس بتوع الهيدز عندي 4 للاولاني، وبعد كده 3 للتاني، وبعد كده 2، وبعد كده 1. لو حسبت ده هيديني مفروض النمبر اوف اوتكمز الممكن، او سوري النمبر اوف اوتكمز اللي هيكون فيها 4 هيدز يعني. طيب ولو كملنا على هذا المسار وقلنا عايزين 5 هيدز و 5 tails، حاولوا تحسبوها انتوا دي قبل ما تشوفوا يعني الإجابة، بس هي تبقى حاجة شبيهة يعني اللي احنا لسه عاملينه، اللي هو يعني طبعا ما تكسلوش، بوز الفيديو لو سمحت، بوز ايوه، وبعد كده حل، وبعد كده يعني حتى في دماغك بس فكر فيها يعني، ما تقعدش يعني وانت بتسمعوا الحاجات دي ما بتسرحوا، الناس بتسرح، انا بسرح، كله بيسرح، فركزوا يعني. اللي هيحصل هنا ان هو زي ما قلنا هيبقى عندنا 10 سلوتس، ف10 سلوتس الاول اتش، وبعد كده 9، وبعد كده 8، وبعد كده 7، وبعد كده 6، ادي 5، وبعد كده تقسم على ما بين الخمسة سلوتس دول، هيبقى عندك 5 سلوتس الاول اتش عشان التكرار، و4 للتاني، و3 2 1. طبعا الواحد ملوش لازمة يعني، بس كده حسبناها. طب في بقى هنا سؤال بيست على اخر 2 problems اللي هو اللي بالابيض دول يعني. في قانون احنا sort of اخترعناه هنا. ايه هو القانون ده؟ هديكوا شوية options وحاولوا تعرفوا انهي واحد هو الصح يعني. ادي option، وادي option تاني، وادي option تالت. by the way ده n وده k. سوري. وبرضو معلومة برضو كمان، الفكت الاستفهام، علامة الاستعجاب دي ده بنسميه فاكتوريال. يعني لو انا قلت 5 فاكتوريال هيساوي 5 في 4 في 3 في 2 في 1، ده definition الفاكتوريال. فان فاكتوريال بيساوي n times n minus 1 times n minus 2 لحد 1، هو ده الفاكتوريال. فمفروض تختاروا بقى اني واحدة من القوانين دي هي اللي احنا ماشيين عليهم so far. خليني برضه احطهم هما الاتنين انفيجن عشان البتاعة دي بتيجي في الطريق. ف بوز هنا برضه ما تكسلوش برضه، حاولوا تفكروا فيها. هي المفروض يعني الناس اللي عارفة القانون هتبقى سهلة، والناس اللي مش عارفة القانون المفروض برضه تعرف تطلعه بسهولة يعني، بس هي هتطلع في الاخر ان هي درام رول يعني. اني وقعت كل حاجة، بحاول اضيع وقت عشان بس الناس ما تكسلش يعني. دي هي دي الاجابة، ودي الفورمولا بتاعتنا وهي دي الفورمولا بتاعت الباينوميال ديستريبيوشن. جميل. هي مربوطة بأي
case يبقى عندك فيها event جواه 2 possibility، سوري يعني event جواه ايه، event جواه 2 possibilities، ده اللي انا كنت اقوله. مش عارف ليه انا اتعثرت. خلينا نسيب القانون فوق، خلينا نحل مسألة كمان. عندنا 5 flips وعايزين 1 head، بس نحسبها بالقانون المرة دي. عايزين نحسبها بالقانون، هتبقى n فاكتوريال يعني 5 فاكتوريال divided 1 فاكتوريال في 5 ناقص 1 فاكتوريال يعني 4 فاكتوريال. لو حسبنا دي 1 فاكتوريال طبعا بواحد، 4 فاكتوريال هي اكشن احنا ممكن نقول ان دي بتساوي 5 تايمز 4 فاكتوريال، فالطير دي مع دي هيطلع لك 5. هل ده صحيح؟ لو فجأة احنا المفروض اكشلي حلينا السؤال ده قبل كده فوق يعني حتى نطلع لفوق اظن كان موجود 5 coins 1 head. اهو هو ده، وقلنا ان هو 0.5 باور 5. لا هي تطلع 5، الخمسة هي النمبر اوف احنا بنحسب ده الباينوميال ديستريبيوشن بيديك النمبر اوف اوتكمز من غير البروبابيلتي، فهي 5. احنا اوريدي حسبناها فوق 5 وهي تحت طلعت 5 برضه، فكده 5 مظبوط تمام بالقانون يعني. ولو عايزين مثلا نعمل برضو كيس let's say عملنا كيس ب3 heads، فهتبقى 5 فاكتوريال برضو على k فاكتوريال اللي هو 3 فاكتوريال في 5 ماينس 3 فاكتوريال. هتبقى هي دي بالنسبة لك 5 تايمز 4 تايمز 3 فاكتوريال، فممكن هنا نطير 3 فاكتوريال من تحت وهيتبقى 2 فاكتوريال، فادي اهي ادي اهي عندك 20 على 2 في 1 اللي هو 10، واللي احنا برضه امبيتجر حسبناها فوق يعني. هادي كده just quick proof يعني. نبدأ بقى نخش في حاجة تريكي شوية، اللي هو لو دلوقتي عايزين نعمل loaded coin، هنا loaded وال probability بتاعت ال h هتبقى 0.8. جميل. ف هنحسب برضو شوية مسائل، طبعا دي كلها مسائل بس هي المفروض يعني بتديكوا الايديا بتاعت probability بيحصل فيها ايه يعني. فلو عايزين نعمل مثلا 3 flips 1 head نحسبها ازاي؟ اول حاجة هنحسب النمبر of outcomes زي ما احنا بنحسب لحد دلوقتي، فيبقى 3 فاكتوريال على 1 فاكتوريال في 3 minus 1 فاكتوريال اللي هيديك I think 3 و3 multiply the probability. لو 1 head يبقى احنا عارفين ان هي 0.8 و 3 flips times 0.2 squared. لو حدش فاهم ده ليه، ده عشان احنا المفروض 1 head يعني هيطلع head وفي 2 tails، ده احنا عارفينه. فالهيد 0.8 والتيلز تبقى 1 minus 0.8 اللي هي 0.2، فهتبقى 0.8 times 0.2 squared هيديني دي البروبابيلتي اللي انا هطلع بيها في الاخر. جميل. طب لو عندنا 5 flips وعايزين نطلع 4 heads، هنلاقي ان هي برضو نفس الحاجة 5 flips يعني 5 فاكتوريال على 4 فاكتوريال في 5 minus 4 فاكتوريال. ده بواحد وهيبقى لك 5 في الاخر، 5 تايمز البروبابيلتي برضو هنا عندك 4 heads يعني 0.8 باور 4 تايمز 0.2 هيديك البروبابيلتي بتاعتك. جميل. ولو 3 heads هتبقى برضو نفس الحاجة يعني let's say مثلا لو احنا عايزين 3 heads هننزل تحت شوية، هيبقى عندك برضو 5 فاكتوريال على 3 فاكتوريال تايمز 2 فاكتوريال وتضرب ده في 0.8 باور 3 تايمز 0.2 باور 2. المفروض اللي مش فاهم اللي عملتها بسرعة المرة دي، بس اللي مش فاهم اللي بيحصل هنا يحاول يرجع ويشوف يعني
يشوف الاكزامبلز تاني يعني، عشان المفروض دي probability الايفنت عشان عندك 3 heads، فانت عندك h واتنين تيز، فانت عندك 0.8 times 0.8 times 0.8 times 0.2 times 0.2. مش مهم بقى الترتيب يعني، والترتيب مش هيفرق عشان كلهم هيبقى نفس البروبابيلتي times the number of outcomes، وده اللي احنا قلناه فوق يعني. جميل. طيب كده ناخد مسألة كبيرة شوية، ودي هتبقى غالبا آخر واحدة يعني. باللون ده عندنا 12 فليبس، عايزين نجيب 9 heads. ف 12 flips 9 heads هنعمل برضه نفس الحسبة، 12 فاكتوريال على 9 فاكتوريال في 12 minus 9 فاكتوريال times عندك 9 heads، فهتبقى 0.8 power 9 times 0.2 power 3. هي دي الحسبة. فكده نلاقي ان في الاخر الباينوميال ديستريبيوشن، الباينوميال ديستريبيوشن القانون بتاعه الاخير اللي هكتبه هنا هو القانون اللي فوق، اللي هو n فاكتوريال على k فاكتوريال في n minus k all فاكتوريال، اللي هو القانون اللي هو ده n فاكتوريال على k فاكتوريال في n minus k فاكتوريال multiplied البروبابيلتي بقى اللي هي p power k مضروبة في 1 minus p power n minus k. وده اللي احنا يعتبر بنعمله يعني دي هي دي ودي يعني probability طبعا دي اللي هي probability of h اللي هو اداها لنا فوق بتاعت اللودد يعني، فهي 0.8 باور k اللي هو 9 times 1 minus 0.8 اللي هو 1 minus p باور n minus k اللي هو 12 minus 9 اللي هو 3. وكده نكون خلصنا الباينوميال ديستريبيوشن. اتمنى كان الموضوع ظريف، وحاولت يعني probability عامه تبقى معظمها بالشكل ده جست حل يعني شويه. distributions التانية برضو هي طبعا في مور ديتيلز عن برنامج ديستريبيوشن هقولها برضو ان شاء الله في فيديوز تانية، بس حبيت بس ادي ده كانيشال ديستريبيوشن نتكلم عنه عشان هو لحد ما بسيط وبيدي جود انترودكشن للعالم بتاعت البروبابيلتي شويه يعني. فاتمنى كان الموضوع سهل، و اشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.